مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار. للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش، أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف الشاب حامد فرحان شاكر العفلوكي من أهالي الديوانية من العراق، عمره 24 سنة، من أحد موظفي مدرسة سلسبيل الابتدائية، وتم تثبيته مؤخرا على الملاك الدائم، وكان على أبواب الزواج. خطيبته قالت له تعالى نتغدى برا. خرج هو وهي في عربيته وهم راجعين بعد الغدا، قالت له غمض عينك علشان أنا جايبة لك هدية. فحطت غمامة على عينه أو شرب، يعني غمت عينه، وراحت كبة بنزين على عربيته وولعت فيه وحرقته داخل السيارة بتاعته في الديوانية. غدرت بيه وتم نقله للمستشفى من يومين. يوم 25 ديسمبر كان في المستشفى، وأدلى باعترافاته موثقة بالفيديو إن خطيبته هي اللي عملت فيه كده، وتوفى امبارح في المستشفى متأثرا بالحروق اللي كانت فيه. الله يرحمه ويسامحه ويصبر أسرته، وتعزيات خاصة مني لأهل العراق كلهم في وفاة الشاب حامد. الله يرحمه ويسامحه. كانت معاكم مريم.